محاربة للجريمة المنظمة بمختلف أنواعها أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن طرقات الدرك الوطني بالأغواط بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي الأغواط وغرداية، تم توقيف مركبة نوع سيات ليون كانت قادمة باتجاه مدينة الأغواط بعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا. تم العثور على 6974 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ مخبأة بإحكام داخل تجاويف باقي الصدمات الخلفي. مباشرة تم توقيف السائق وتسليمه للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخنق لمواصلة التحقيق. بعد التحقيق وتكثيف التحريات تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر استعلامات ليتم توقيف أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم 7 أشخاص، من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 41 سنة، مع حجز 3 مركبات و7 هواتف نقالة. بعد استيفاء الإجراءات القانونية أنجزت ملفات قضائية ضد المتورطين، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية على خلفية تورطهم في جناية الحيازة والنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمؤطرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ ضمن جماعة إجرامية منظمة.